من الحاجات الجميلة اللي ذكرت في القرآن الزيتون. الزيتون ده حاجة جميلة جدا وفيه فوائد كتيرة جدا، وعشان كده بنبقى حريصين، وأمهاتنا وأجدادنا كانوا دايما بيعملوا. أنا من أنصار أو من الناس اللي بتحب تشقق الزيتون. عشان كده قلت إن أنا هعمل كمية بسيطة، أنا مش بعمل زيتون كتير، لكن قلت هجيب 2 كيلو من الزيتون التفاحي وهعمله. يعني ده مش للخزين، يعني ده بالكتير قوي شهر وهيتاكل. اوكي. فانا دايما بحب قوي ان انا اشقق الزيتون، لان انا ما بحبش فيه اي مرارة ايا كانت. جبت 2 كيلو زيتون وغسلتهم كويس جدا جدا وشققتهم زي ما انتم شايفين. دول الكمية اللي انا هعمله. جبت مجموعة من البرطمانات اللي عندي، اللي هي بتاعة السمنة البلدي والمربى والحاجات دي كلها. غسلتها كويس جدا وعقمتها، وابتدي اعبي الزيتون زي ما انتم شايفين كده. هحط في كل برطمان كمية مناسبة ليه، على اساس ان انا لما اقدر احط المية والملح والليمون والحاجات دي كلها يبقى يديني مساحة حلوة. وطبعا طعمت كل واحد فيهم بحتة من قرن الفلفل. يعني واحد سبته سليم، وواحد قطعته نصين عشان ما يبقاش حامي قوي، لان انا كنت حريصة ان يبقوا حامي. تمام. جبت المية بتاعت ال2 كيلو زيتون، انا حطيت عليهم حوالي 2 لتر مية او 2 لتر مية ونص. كل لتر حطيت عليه 8 معالق ملح. الملح ده مش ناعم قوي على فكرة، يعني خرش شوية. هدوب المحلول بالشكل ده. ومع كل لتر ميه بتحطي معلقه سكر. انا نسيت احطها هنا في الاول، لكن حطيتها وتدرجتها في الاخر وحطيتها. قطعت قرن فلفل طبعا حامي جدا، قطعته وانا قصدي ان هو يديني السبايسي جوه الزيتون. طبعا مش كله عملته بالشكل ده. وحتى البرطمانات الصغننه دي بتاعه الصلصه حطيت فيها، قلت ده للاستخدام السريع. جبت حوالي 5 6 ليمونات عصرتهم كده، وفضلت احط على كل شوية مجموعة، يعني مقدار 2 ليمونة لكل برطمانات. وعصرت كمان تاني وحطيت القشر مع الزيتون. ابتدي اوزع المحلول كده بالتساوي. المهم ان احنا نغطي بالمية الزيتون كله، يعني المحلول يبقى مغطي الزيتون كله عشان ما يعملش طبقة اللي هي الطبقة اللي فيها الريمة دي. لكن الحمد لله الحمد لله انا كل مرة بعمله ما بيحصلش اي حاجة، وزي الفل. طبعا هحط عليه كل واحد فيهم هحط عليه معلقة من الزيت، نوع من الحفظ. دي معلقة السكر اللي انا نسيتها في البداية وتدرجتها، وحطيت لكل برطمان شوية من السكر. السكر بيعمل عملية حفظ على فكرة، يعني زي المادة الحافظة كده. جبت اكياس التلاجة وقصيت كل واحد 2، وابتدي ان انا اغطي بيهم البرطمانات. دي معلقة زيت، كل واحد احط له يعني قطرات بسيطة من الزيت. على فكرة انت ممكن تحطي مطيبات تانية، ممكن يعني عود من الزعتر، او في اعواد الريحة الكرافتس كمان ممكن تحطيها، بس انا ما حطيتش وبيطلع حلو جدا. ابتدي اغطيه ويعني اقفله كويس قوي على اساس ان ما يبقاش فيه هوا. وان شاء الله في اقل من شهر هتاكلي زيتون تحفة يجنن. انا لسه ما عملتش الزيتون اللي هو بيقعد لي سنة، ومش حابة ده، يعني بحب اكل الزيتون في موسمه كده وخلاص، وبينتهي الموضوع لحد هنا. لكن لو عايزة تخزني مش النوع التفاحي، هاتي النوع التاني العزيزي تقريبا. ودي النتيجة اللي انتوا شايفينها بإذن الله. يعني ده هيقعد معايا شوية على فكرة، يعني هيقعد معايا كام شهر يعني، مش وهحطه في التلاجة بعد ما يستوي هحطه في التلاجة. شكرا ليكم.